السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم اليوم في قناتي. اليوم ان شاء الله غادي نديرو دجاجه محشيه بالروز. عندي الدجاجه هنا بعد ما نقيتها، عندي هنايا شويه روز غليته لمده 2 دقائق برك، ماهوش طايب، مغلي لمده 2 دقائق بعود قرفه وشويه ملح. وهنايا عندي 2 قرونه بصل هذاك الطويل الخضر، وعندي 3 فلوقه ثوم، وعندي مغرف مارغرين، وهنا عندي لي زيبيس، عندي سكنجبير، عندي القزبر مرحي، عندي شويه ملح، عندي شويه كاري، وعندي فلفل الكحل والكركم، وهنا عندي شويه كمون حب، هنا عندي شويه مع قزبر، وهنا عندي نص حبه قارص، وهنا عندي الياوخت الطبيعي اللي بدون نكهه. دوك نبداو على بركه الله، نوري لكم كيفاش نديروا الدجاجه. نبداو بسم الله، نديروا هذاك الياوخت الطبيعي هنا، نديرو هكذا نص مغرف كركم، شويه حرور، شويه كاري، باسكو هادو نسحقوهم من بعد. نزيدو هذا شويه هنا، قاعد نقول منهم شويه قزبر، ونديرو نص تاع الملح، ونديرو هذاك الكمون حب، نزيدو نعصرو عليه هذيك نص حبه تاع قارص، هكذا نخلطوه باش نديرو خليط اللي نكهو به الدجاجه تاعنا. بسم الله، هذيك الدجاجه ندخلو فيها شويه لداخل، غادي ندير بيدي هكا مليح، نزيد من هنا هكا، ندخل العمله تحت الجلد، هنايا بعد ما نكهتها كاع بهذوك لي زيبيس وكلشي اللي عندنا، نغطوها هكا ونديروها في الفريجيدير لمده ربع ساعه ولا 20 دقيقه، ونروحوا نوجدوا المرحله الزوجه ان شاء الله. للتزيين انا راني درت شويه هنايا جلبانه وزروديه فور باش نديرها صوتي مع الدجاجه هذه. دوك نفوتوا المرحله اللي نكهو فيها الروز تاعنا. نسخنوا المقله تاعنا، نديروا ديك المغرف تاع الزبده تذوب، فوالا. بعد ما ذابت الزبده تاعنا نديروا هذاك الثوم والبصل يتقلاو، غير يذبالوا شويه ماشي شرط يطيبوا. نديروا هذاك القزبر، ونديروا كامل دوك لي زيبيس اللي بقاو لنا هكا. بعد ما ذابنا شويه درك نطفوا الغاز ونجوزو نخلطوه مع هذاك الروز تاعنا. بعد ما ريحه تتنكه الدجاجه دروك نجبدوها باش نعمروها بالروز، نفرشوا لها ورق الالومنيوم كيما هكذا، نحطوها هك، نجيبوا هذاك الروز تاعنا ونبقاو نعمرو فيها. حتى نعمروها كاع مليح. بعد ما عمرنا لها كاع هذاك الروز نزيدو معاها شويه بصل هكذا، شويه ثوم هكذا، ونليموها باش كاع نغطوها بالالومنيوم.
نسخنها مليح باش ما يتحليش الطياب. نجيبو بلا تاع الكوشه، نديرو فيه كاس كبير تاع ماء هكذا، ونحطوها فيه ونديروها. نكونوا سخنا الكوشه دائما من قبل ربع ساعه ولا على 250 درجه، ونديروها طيب. من بعد نجيو للمرحله الزوجه. للغارنيتور تاع الدجاجه كما وريت لكم، انا درت الجلبانه والزروديات فور. عندي هنا نبغي ندير زياده بطاطا، هنا عندي على حسب العائله. انايا اللي عندكم عائله كبيره ما شاء الله تزيدوا تكبروا المقادير. عندي هنايا انا غير 3 حبات بطاطا صغار، قسمتهم كما كنتم تشوفوا على زوج، ولا كانت الحبه كبيره قسموها على 4. هنا عندي شويه بصل، شويه ثوم، وعندي هنا سكنجبير، شويه كركم، شويه فلفل الكحل، شويه ملح وشويه كاري. وعندي هنايا مغرف تاع مارغرين. دوك نجيبو عندنا ورق الومنيوم. واش ندير هذوك لي زيبيس كاع هنايا في البطاطا هكذا، نخلطها هكا بيدي، تدخل كاع النكهه تاع لي زيبيس في البطاطا هكذا. نحط نص هنايا هكذا، نجيب ورقه واحده اخرى نحط ثاني هنايا هكذا. نجيب هذاك البصل والثوم، شويه ثوم، نزيد هنا ثوم، نزيد هذاك مارغرين، واحده هنا وواحده هنايا، ونقفلهم هكذا. هكذا ونديروهم سواء يفوروا مع الجلبانه، سواء نديرهم في الكوشه في البلا تاع الدجاج يطيبوا مع الدجاج. هاي البولي تاعنا، الدجاجه تاعنا راهي طابت بعد ساعه ونص طياب. نحي لها كاع هذيك الالومنيوم، تحمريها من لي دو كوتي. اي هنا تاعنا راهي طايبه. شوفوا بلي دارت هذاك الماء نشف، وداك لاصوص كاع اللي كانت في الالومنيوم مع البصل وكلشي كاع رجع ينصوص في البلا. وهنايا عندي ديك البطاطا اللي فورتها بلي زيبيس والاخر. هاي هنا شوف كيفاش طابت، ريحتها هايله هكذا. وعندي جلبانه وزروديه هاي من الطايرين، ندير لهم برك في المقله. ندير مغرف تاع مارغرين، ونربي شويه ثوم وشويه معدنوس ونقليه كاع فيها هكذا. ودوك نجوزو نوريو لكم في طبق تقديم. هاونا البلا تاعنا اليوم راه واجد جا ما شاء الله، البنه هايله. نتمنى ان شاء الله تكونوا عجبتكم لا غوسيت. ديروا لي اشتراك في قناتي، ولا فيديو اخر ان شاء الله، والى اللقاء.